انزلي بقى نص كيلو كده من الدقيق وحطيه في اي بول عندك، وسيبي من نص كيلو شويه صغيرين كده هنستعملهم دلوقتي، وسمي الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انزلي بقى بكيس خميره فوريه، وكمان معانا رشه ملح بسيطه جدا، وكيس بيكنج باودر او كيك شيف حسب متوفر عندك، شويه من الزعتر لو مش عندك خلاص. وبعد كده 3 معالق كبار من زيت الزيتون او الزيت العادي، انا نزلت ده كان زيت عادي، معلقه صغيره من السكر وحبيبات، ونص كوبايه ميه دافيه، والميه الدافيه طبعا بتساعد معانا في التخمير. هتعجني كويس جدا لغايه ما شكل العجينه معاكي يبقى بالشكل ده. بعد ما تبقى كده الناعمه كده وطريه وجميله، هتحطي على وشها شويه زيت، وتحطي الفوطه على لمبه الفرن وتكوني مسخناه وطافيه الفرن. وبعد نص ساعه بالظبط شلت كده الفوطه، لقيتها الحمد لله خمرت وبقت فظيعه. وفي الخطوه دي انا بحب العب، مش عارفه ليه، ببقى عايزه امسك العجينه اقعد بقى اعمل اشكال والعب انا. في حد زيي ولا لا؟ بدأت كده أقسمهم على 5 بيتزات. أنا بحب أعمل البيتزاية حجم صغير، إن في حد بيبقى طالب فراخ، حد طالب لحمة، حد طالب مشروم ولحمة، حد طالب مشروم وفراخ، حد طالب سادة خالص جبن، فبحب أعملها صغيرة، وممكن الشخص مثلا ياخد 2 أو ياخد اللي هو عايزه يعني. وبحب كمان أعملها رقيقة. على الرخامة بتاعتي رشة بسيطة جدا من الدقيق، ببدأ أفرد العجينة بتاعتي كده صغيرة. الفكرة دي بقى كنت أول مرة أجربها وبصراحة عجبتني جدا. طول عمري بعمل البيتزاية بحطها في أي صينية وبحط لها دهنة زيت من تحت وبسويها، بصراحة كان بتلزق معايا من الأطراف وكانتش أحسن حاجة. المرة دي بقى قلبت الصينية وحطيت دهنة من الزيت، وبدأت أنزل بالبيتزاية الصغيرة بتاعتي دي وأخرمها بالشوك حاجة بسيطة. وبعد كده نزلت بالصلصة، والصلصة طبعا كلنا شطار وبنعرف نعمل، عبارة عن شوية زيت، فص من الثوم، بنزل معلقتين من معجون الطماطم، ملح فلفل زعتر، بس مش اكتر من كده. وفي الخطوه دي اللي انت حباه حطيه، انا ولادي ما بيحبوش الخضروات على البيتزا، فبدات ان انا احط فراخ، وقبل بس ما البيتزا بتطلع برش رشه جبنه. بس كده عملت كله بنفس الطريقه بقى، عملت 2 فراخ وكمان عملت 2 لحمه. وبصراحه فكره الصينيه دي حلوه جدا، ولا البيتزا بتنفش معاكي ولا بتبقى ناشفه ولا لازقه ولا اي حاجه، انت بتحركيها وبتطلعيها على طول. فبجد التجربه دي حلوه قوي، جربوها. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو شيروه، اشوفكم كل فيديو وانتم بألف خير وبألف هنا، ويا رب كل اللي في نفسه حاجة يحققها. بتمنى لكم كلكم الخير زي ما تتمنوا لي بالظبط.